الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. غريبة إنه النهاردة وامبارح نفس الإنجيل بتاع الهروب إلى مصر. وامبارح كان تذكار استشهاد أطفال بيت لحم، والنهاردة تذكار نياحة يوحنا الحبيب. يعني إيه الشبه بين نياحة يوحنا الحبيب واستشهاد أطفال بيت لحم؟ دول كانوا صغيرين قوي، ويعني فادوا المسيح كده، يعني لأن هيرودس كان عايز يقتل يسوع وهم ماتوا وافتكر إنه قتلوا في وسطهم، فهم يعتبروا فادوا يسوع. ويوحنا الإنجيلي ده راجل يعني كان أقرب التلاميذ ليسوع، هو كان بيحبه أكتر واحد، ويسوع برضو كان بيحبه، وكتب يعني الإنجيل وسفر الرؤيا والرسائل بتاعته. ربنا دايما يحب يعني ياخدنا كلنا من أصغر واحد لأكبر واحد، ويحتوينا كلنا فيه، ولا يسقط مننا شخص واحد، ويبقى الصغير قديس والكبير قديس. طب أبو سنتين ده اللي لسه ما يفهمش يبقى قديس إزاي؟ يبقى قديس لأن أبوه وأمه قديسين، ومن ساعة ما بيتولد بياخدوه كده ويقدموه لربنا، يقول يرددوه ترديدا، يعني يقولوا ده بتاعك من أول ما بيتولد، وبياخدوه يعملوه بسرعة وينقلوا له الإيمان. فيبقى الطفل من هو صغير مع أب وأم واعيين تلاقوه جميل جدا جدا وقريب من ربنا خالص. ونعرف القديس اللي هو مامته اسمها يوليتا، وهو ناسي اسمه كان 3 سنين، قرياقس 3 سنين و3 سنين وما قدرش عليه دقلديانوس. ليه؟ لأنه الإيمان الحقيقي يتحط في الطفل من هو صغير، والشاطر اللي يخلي ابنه منور من وهو صغير، من قبل المعمودية وهو عمال يصلي له، ومن قبل المعمودية اتعمل له سلطة تشتي من بدري عشان يبقى مصحصح ويتصلى له كده، وأنا عمال أصلي جنبه وشغل إنجيل جنبه من أول ما يتولد، 24 ساعة إنجيل شغال جنبه. أنا عايزه ينام على الإنجيل ويصحى على الإنجيل، أنا عايز ابني يبقى بتاع ربنا. فتلاقوا الطفل يتربى كده منور من هو صغير. وفي ناس تنسى ومتاخدش بالها إن هي مسؤولة عن ولادها، وتلاقي الولاد يكبروا ما يعرفوش حاجة، ويكبر وبعد كده يبتدوا يزعلوا، يقول لك أبونا مش عايز يجي الكنيسة. طب أنت دخلته الكنيسة من هو صغير؟ طب أنت صليت له وهو صغير وهو لسه عجينة صغيرة؟ فين وصية الأشابين؟ لا تمكنوهم من المضي إلى الأماكن غير المرضية، احتفظوا بيهم، ومش عارف خليهم يقروا تلاوة الكتب المقدسة التي هي أنفاس الله، امنعوهم عن مش عارف انهم مخالطة الأرضياء ومش عارف ايه، وخليهم يعني محفوظين في الكنيسة ويحفظوا. يعني في ناس بتبقى مصحصحة للأمر ده فيطلع ولادها قديسين، وفي ناس بتنسى الأمر ده وبعد كده هم أكتر ناس بتعاني من بعد ولادهم على الله. نفسنا شعبنا يدرك خطورة إني أكون إشبين، خطورة إن أنا أربي ولادي في مشيئة الله صح، ومن أول يوم يبقوا في السكة الصح. يا ريت نهتم بولادنا دلوقتي بقى، كبار والصغيرين، نصلي لهم كل يوم، واللي يقدر يعمل مطنيات لولاده يعمل لهم، يقول له رب نفسي ما بقاش مقصر في ال في ال يعني في الحاجة اللي انت اتمنتني عليها. يعني انت سبت لي وديعة، الوديعة دي ابني ولا بنتي، مش عايز اكون مقصر في حق فيهم،
عايز اربيهم صح ليك. يا ريت ناخد بالنا من توبتنا، من قربنا من ربنا، ومن توبة ولادنا ومن قربهم من ربنا. الله عايز الكل قديسين، من يوحنا الحبيب لغاية أطفال بيت لحم، من الراجل اللي هو كان يعني على سنة 100 هو أبو الكنيسة، وما كانش في حد يعني في سنه ولا عمره، ولغاية أصغر ناس. الله عايزنا كلنا قديسين، عايزنا كلنا مسكين فيه، عايزنا كلنا بتوعه، نقرأ الكتاب ونمشي وراه. عارفين يوسف النجار النهاردة في الإنجيل بتاع النهاردة وبتاع امبارح، لو ما كانش طاع الوصية في الحال كان جنود هيرودس قبلوهم، لكن ده هو يعني بسرعة بسرعة يقول قام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. ليلا، ليلا دي مهمة جدا، يعني أول ما سمع نفذ. ويمكن لما اتكلمنا على ال 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 الحظيرة اللي اتولد فيها المسيح، قلنا انه الحيوانات اللي فيها ليه خليت يا رب حيوانات تبقى هي شاهدة للميلاد؟ لأن الحيوانات ما بتناقش وبتسمع على طول وبتطيع على طول. حوت يونان نفذ، الريح بتنفذ في الحال. البني آدم هو اللي بيقعد يفكر ويغير ويقول ولا وليه وعشان ايه، طب ده ممكن، طب ده مش ممكن. لكن الملائكة والأطفال الصغيرين قوي والحيوانات تشترك في ميزة رائعة، إنه بينفذ على طول. ويمكن أكيد كبير، واحد كبير كده زي يوحنا الحبيب برضو يشترك في نفس الصفة دي، تنفيذ وصية الله بدون نقاش. حب أعدائك حاضر، صالح حاضر، اغفر حاضر، انسى حاضر. في حاجات كتير بتضايقنا، في معاملات كتير بتحصل معانا واحنا عارفين الوصية، لكن مشكلتنا كبني ادمين دماغنا واقف في النص، تمشي ما تمشيش، صعبة سهلة. يا عم خليك زي الملائكة، خليك زي الحيوانات، خليك زي الأطفال. الكلمة اللي يقولها ربنا نفذها من غير نقاش وشوف يحصل ايه. كان يوسف النجار راجل شيخ لكن كان كده حاضر حاضر، وخد الصبي وأمه على طول انصرف لمصر. في الوقت اللي هيرودس بسرعة قتل أطفال بيت لحم، بس كان يسوع جه مصر. يا ريت نبقى زي الملائكة، وكل كلمة نسمعها ننفذها على طول، وما نتناقش مع الله، وندي قلبنا ليه وحياتنا كلها ليه. نفرح بأولادنا ونفرح بأبديتنا. هنبقى شيوخ زي يوحنا، أوكي. هنسافر السما بدري، أوكي. بس في الحالتين أنا بطيع الله، أنا جاهز للسما. الله يدينا مع الميلاد وأعياد الميلاد وأيام الفرح دي نكون كلنا مستعدين، ونكون كلنا جاهزين للسما، ونمشي مع نفس الصفة دي. حاضر يا رب، حاضر يا رب، على طول فورا، مش هناقش. وصيتك هنفذها في الحال، هنفذ كل حاجة، ومش هناقش ومش هقعد أشغل اللي ممكن يضيع أبديتي ده. لا، ده خلوه ياخد قرار إنه أحسن حاجة إن أنا أطيع الله على طول، وهو اللي ياخد القرار. حاضر يا رب، وما يشتغلش ضد الله، وما يشتغلش ويفكر ويقول ينفع ما ينفعش، طب أأجل، طب يمكن، طب لسه. لا، الله يقدس أفكارنا عشان ناخد قرار. حاضر يا رب. مارجرجس كان أفكاره مقدسة، 7 سنين بيحاولوا يغيروا تفكيره ما قدروش. قول له يا رب عايز التفكير النقي المقدس اللي يطيعك، اللي ما يتراجعش عن وصيتك، اللي يمشي في سكتك في سكة واحدة. يدينا ربنا نكون مطيعين بالكامل والطاعة الفورية ليه، ونوصل السما كده ويقول نعما أيها العبد الصالح، أنت كنت مطيع ليا، أنت كنت مطيع ليا، أنت كنت بتسمع الكلام، عشان كده أنت اتباركت في الأرض وكمان هباركك في السماء
ادخل إلى فرح سيدك. يا رب خلينا كلنا نكون جاهزين للسما معاك. لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى